ما نبدأ ما تنساش يا حبيب أخوك تصلي على الحبيب وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لأنه بيساعد الفيديو إنه ينتشر ويوصل لغيرك، وأنا متأكد إنك مش هتبخل علينا باللايك. فيلمنا بيبدأ لما بنشوف الشرطي من إدارة الأمن تشاو يونغ وبنته كينج مين، واللي بيقول لها إنه مضطر يبيع البيت عشان تقدر تكمل دراستها في الخارج. وفي نفس الوقت بنسمع الأخبار اليومية بتقول إن العينة دي خضعت للتجربة على 2 مليون حيوان ومنتظرين نشوف النتيجة. وبعد شوية بيتحرك تشاو وبنته على المطار من طريق اسمه الطريق الغربي، واللي في نفس الوقت بنسمع في الراديو إن الطريق ده هيكون كله ضباب وشبورة ولازم كل سائق يتوخى الحذر في طريقه. وفي المطار بنشوف لاعبة الجولف يورا وأختها تاو، واللي بسبب إنها نسيت تجدد جواز سفر يورا فحرمتها من السفر للبطولة. وأثناء ما هما بيتكلموا مع بعض بتيجي ست عجوزة وبتفرح لما بتشوف يورا، وعلى طول بتتسرع تاو كعادتها وبتقول لها إنك أكيد معجبة من المعجبين، ولكن بتطلع إنها كانت فاكراها بنت عمها. وبتحبط يورا من الموقف، وبتحبط أكتر لما بتعرف إن السيدة عندها الزهايمر ومش عارفة حتى زوجها اللي وصل عشان يرجعها تاني للأتوبيس. وبنرجع للطريق الغربي تاني وبنشوف إن الضباب زاد عن الأول وكل العربيات اضطرت إنها تقف لأنها مش شايفة طريق قدامها. حتى تاو بتلاقي اللي بيحصل مش طبيعي، وبنروح لتشاو اللي بيظهر فجأة جنبه عربية حيوانات مفترسة، ولكن بتلاحظ كينج إن الحيوانات دي عبارة عن كلاب بس دماغها كبيرة جدا. ووسط كل ده بنلاقي شاب طايش عامل بث مباشر وهو بيسوق عربيته لأعلى سرعة وبيتجاوز كل العربيات اللي راكنة، ولكنه فجأة بيضطر يقف لما الطريق بيتسد قدامه. ولكن فجأة بتيجي عربية وبتدخل فيه، وبعدها بيزيد الضباب أكتر وأكتر والعربيات كلها بتبدأ تتخبط في بعض. وبنشوف بنت بتفتح باب العربية عشان تنزل، ولكنها بترجع تاني لداخل العربية عشان تحمي نفسها من عربية تانية كانت هتشيلها. وبنشوف الأتوبيس اللي فيه العجوز والعجوزة بتدخل فيه عربية تانية. وبعد شوية بنشوف الكارثة الكبيرة لما عربية كبيرة بتتقلب على جنبها وبتدهس كل العربيات التانية، والناس بتضطر تسيب عربيتها عشان تنقذ نفسها. وبعد شوية بنشوف تشاو اللي بيكلم رئيسه في العمل وونغ، وبنعرف إن وونغ ده هو المرشح لكرسي الرئاسة في البلد، وبيقول له إننا تعطلنا في طريقنا بسبب وجود حادثة كبيرة على الجسر، وبيقول له رئيسه إنه هيعدي عليه عشان ينقله بعربيته. وبعدها بنشوف العربية اللي قدام تشاو واللي فيها واحد اسمه الدكتور يونغ بيخرج مسارها عن الطريق والإطار بتاعها بيتفك، وبتدخل في عربية تانية وبتتعطل، وبيمر من جنبها تشاو ولكنه مش بيفكر يساعدهم. وبعدها على طول بتعطل عربيته، وبنشوف العربية اللي كان فيها الحيوانات الغريبة بتتقلب على جنبها، وبينزل السواق عشان يطمن عليهم، ولكن بنشوفه واقف متسمر مكانه هو كمان. وبتطلب كينج مين من والدها إنه ينزل يساعد الناس اللي عربيتهم انقلبت، وبينزل تشاو وبيقرب منهم، ولكنه بيسمع الدكتور يونغ بيطلب من الحراس بتوعه إنهم يروحوا يطمنوا على الحمولة بعد ما كلموا العربية اللي فيها الحمولة، ولكن محدش رد. وبيوصل الشرطيين لمكان العربية وبيتصدموا لما بيلاقوها مفتوحة وزميلهم مقتول جواها والكلاب هربت. فبيطلب من زميله إنه أول حاجة نعملها لازم نشغل جهاز التشويش على شبكات الموبايل، وفعلا بيشغل الجهاز. وبنشوف تشاو اللي بيكلم رئيسه في العمل الخط بيفصل معاه شبكة، ولما بيلتفت حواليه بيلاحظ إن نفس المشكلة بتحصل مع كل الناس هنا. وبعدها بيتفاجئ إن كينج بنته اختفت من العربية. وبنشوف كينج بتقرب من شيء ما على الجسر، وبتشوف كلب من الكلاب بيخبط دماغه في السور الحديدي لحد ما بيتعور، وبتحاول تهديه كينج، وبتشوف اسمه موجود على القلادة اللي في رقبته وبيكون اسمه إيكو، وبيلحقها والدها وبيحاول ياخدها بعيد عن الكلب اللي بيهرب من قدامهم. وبنشوف الاتنين الحرس بيرجعوا للدكتور وبيطلبوا منه إنهم لازم يفعلوا برنامج التحكم لأن إيكو هرب من العربية، وبيفعل برنامج التحكم فعلا. وبيطلب تشاو توضيح اللي بيحصل منهم، وبيعرفهم إنه من إدارة الأمن اتبع لحاجة اسمها البيت الأزرق، وبيطلب منهم يرجعوا الإشارة تاني ولكنهم بيأيدوه في العربية. وبيوصل شخص اسمه كاو بالونش بتاعه وبيطلب منه واحد من العالقين إنه ينقل عربيته، وقبل ما ينقل العربية بيلاقي الكلب بتاعه ابتعد عنه فبيسيب كل حاجة وبيروح ورا. وبنرجع للدكتور اللي بيفعل البرنامج عشان يجمع الكلاب اللي هربت، وبيطلب منهم إن الهدف إنهم يتجمعوا على المدرب بتاعهم، وبيضغط على التفعيل. وبنشوف الكلاب كلها بتتوجه للهدف المحدد وبتحاول تقضي على المدرب واللي بيحاول ياخدهم لداخل العربية عشان يسيطر عليهم، وبعدها يوقفوا البرنامج بعد ما يجمعوهم. وبالفعل أول ما الكلاب بتتجمع في العربية بيوقف البرنامج، ولكن بيكتشف الدكتور إن إيكو ما استجابش للبرنامج، وبنشوف إن في طيارة جت مخصوص عشان تنقل الكلاب والدكتور معاهم. ولكن ساعتها بيحاول تشاو يعرف من الدكتور مين المسؤول عن المشروع ده، فبيقول له إن ده مشروع سري واسأل رئيسك هيعرفك كل حاجة. وبعد شوية بيلاقي واحد من الحراس إن الشريحة بتاعة الكلب إيكو وقعت على الأرض، وقبل ما ترفع الطيارة القفص بتاع الكلاب بنشوف الكلب إيكو بيطير وبيهجم على الطيارة وبيقتل كل الجنود اللي فيها حتى قائد الطيارة، وبيقع القفص وبتنحرف الطيارة عن مسارها وبتدخل في عواميد الجسر، وده بيعمل صوت قوي بيأثر على الكل. وساعتها بيقول الدكتور إن اللي بيحصل ده هيخلي الكلاب تخرج عن السيطرة، وبيستمر الصوت ده وبيشوف الدكتور إن البرنامج خرج فعلا عن السيطرة، والكلاب بتحاول تفتح الباب وبتخرج وبتطارد بكل وحشية الناس الموجودة على الجسر وبتهجم عليهم وبتقتلهم. وبنشوف كلب منهم بيهجم على الدكتور وتشاو ولكن بيتفادوه، وبينقذ تشاو الدكتور
الدكتور من كلب تاني، والحارس بتاعه بيتعرض لهجوم من الكلاب، وبيظهر كلب ورا كينج مين، ولكن بيجري عليها تشاو وبياخدها وبيهرب. وبنشوف يورا واللي بتدور على أختها، وبتلاحظ إن في كلب بيطاردها، فبتاخد مضرب الجولف بتاعها وبتنقذ أختها من هجوم كلب من الكلاب. وبعدها بيركب تشاو وبنته والدكتور عربية من العربيات المتاحة وبيتحرك بيها بعيد عن هجوم الكلاب. ولكن للمرة التانية بيظهر الراجل صاحب الونش كاو وبيطلب منهم إنهم ينقذوه وياخدوه معاهم، ولكن مش بيهتم تشاو لإنقاذه. ولكن كينج مين بتطلب من والدها إنه ينتظر كاو، ولما بيرفض بتوقف العربية بنفسها وبتنتظره. وبنشوف إن في كلب من الكلاب بيطارده، ولكن بيطلب منهم إنهم يفتحوا له شنطة العربية قبل ما يوصل، وبينجح إنه يدخل فيها، وبتهرب العربية بسرعة من المكان. وبنشوف الأتوبيس اللي فيه السيد العجوز بيحاول ينقذ ما تبقى من الموجودين على الجسر، وبيفتح لهم الباب، ومنهم يورا وأختها. وبنرجع لتشاو اللي بيقع قدامه جزء من الطائرة المحترقة، وبيخلي العربية تنحرف عن مسارها وبتتخبط في السور. وبيظهر كلب من الكلاب المسعورة قدامهم، ولكن بقه بيكون مكمم. وبنشوف رئيس تشاو واللي بيسأل عن اللي بيحصل على الجسر، خصوصا ان المساعد بتاعه تشاو عالق معاهم ومفيش اي وسيلة للاتصال بيه. فبيبلغوا ان التشويش على الإشارة كان قرار عسكري، وان البيت الأزرق عارف بكل اللي حصل وهو المسؤول عن عملية مشروع الصمت. وبيكمل كلامه الضابط وبيقول له ان الهدف من المشروع كان مساعدة الناس، ولكن جزء منه خرج عن السيطرة. وبياخد تشاو اللاسلكي من الدكتور وبيحاول يوصل لأي حد على اللاسلكي، وبيتفاجأ لما بيلاقي رئيسه هو اللي بيرد عليه، وبيعرفوا ان للأسف البيت الأزرق اللي احنا تابعين ليه هم المسؤولين عن برنامج مشروع الصمت. وبيقرر يفوق الدكتور ويسأله، فبيعرفوا الدكتور ان الهدف منه مساعدة الناس، ولكن المسؤولين العسكريين أجبروني اني أعدل برمجة البرنامج عشان يستخدموه في الصيد. وبنعرف بعدها ان الحمولة اللي انفجرت دي فيها غازات سامة، فبيقرروا يخرجوا من العربية وهم حاطين قماش مبللة على وشهم عشان الغاز المسمم. وبيجروا على الأتوبيس اللي فيه العجوز بعد ما عرفوا بأن الجسر هينهار، وبيتحرك الأتوبيس بالعكس عشان يتفادى الانفجار الكبير اللي حصل. وبينهار جزء من الجسر وبيقع منه عربيات كتير. وبعدها بيضطر تشاو إنه يبرر اللي بيحصل للموجودين، وبيقول لهم إن الهواتف اتعطلت بسبب الانفجار اللي حصل، وللأسف مفيش طيران هيقدر يساعدنا بسبب الضباب الشديد اللي في الجو. ولما حد فيهم بيسأله عن أمر الكلاب فبيقول لهم إن داء الكلب انتشر بين الكلاب العسكرية، والحكومة اضطرت إنها تتخلص منهم. وبعد شوية بيقول له كاو إنه بيخدع الناس بكلامه ده، وإنه مش هيشارك في اللي بيعمله تشاو. ولكن تشاو بيقول له إنه لو سمع الكلام وما تكلمش في موضوع الكلاب ده، الدولة هتكافئه بوسام الشجاعة وهياخد معاها مكافأة مالية، ولو رفض هيرمي للكلاب وبيخيره. وبنعرف من تعبير وشه إنه هيلتزم الصمت. وبعد شوية بتوصل قوة من الجيش عشان ينقلوا الركاب من هنا، وبينزل الركاب، ولكن الدكتور بيفضل في الأتوبيس، ولكن تشاو بيرفض وبيجبره إنه يروح معاهم. ولكن بيقول له الدكتور إن الكلاب ما هربتش، ولكنها مختبئة مننا وهتظهر أول ما نظهر. وبيتحركوا في هدوء واحدة واحدة، ولكن بيشتغل إنذار عربية من العربيات، وبنشوف كلب من الكلاب بيحوم حواليهم. ولكن بعد شوية بيسمعوا صوت إنذار عربية تاني بيجي من بعيد، فبيطلب قائد الشرطة من حراسه إنهم يتأكدوا من الوضع. وبعد شوية بنشوف هجوم من الكلاب على الحراس اللي بعتهم القائد، وبعدها بيظهر هجوم كبير من كل ناحية على الجنود، وإنذار العربيات بيشتغل من كل ناحية. وفجأة بتتصاب أخت يورا بعد ما جت رصاصة طايشة فيها، وبعدها بيهجم على الست العجوز، ولكن الشرطي بيضربه بالنار. وبنشوف يورا بتحاول إنها تدافع عن أختها المصابة بالمضرب بتاع الجولف. وبنشوف إن تشاو بيشوف كل اللي حواليه في هجوم عليهم، لحد ما بيهجم عليه كلب من الكلاب وبيحاول يمنع الكلب إنه يأذيه. وبيشوف بنته من بعيد وكلب تاني هاجم عليها، فبيبعد الكلب وبيجري عليها وبينقذها، وبيظهر قدامهم كلب تاني، ولكن بيقتلوا الجندي قبل ما يهجموا عليهم، وبيوصلوا لشنطة الأتوبيس وبيستخبوا فيها. ولكن بيكتشف تشاو إنه نسي اللاسلكي برا، فبيفكر إنه يخرج تاني عشان يدور عليه. وبيخرج وبيوعد بنته إنه هيرجع تاني، وبينزل عشان يدور على اللاسلكي، ولكنه بيحس إن في شيء بيحصل الناحية التانية. وبيتحرك وبيلاقي باقي الناجين موجودين داخل الخيمة، وبيقول لهم إننا هنخرج من هنا. وبياخد كل واحد شعلة نار، وبياخد تشاو مسدس الإشارة الضوئية عشان يبعد الكلاب عنه، وبيفضلوا يتحركوا في المكان. وبنروح لكينج، وبيظهر إن الدكتور كان مستخبي معاهم في الشنطة، وبيطلع للعربية فوق، وبتطلع معاه كينج وبيعرفها إن الكلبة يكون عين هي الزعيمة، وإنها اللي بتعمله مع البشر ده انتقام منهم، لأنها كانت بتشوف قدام عينيها اللي بيحصل فيهم من البشر في المختبر
الاختبارات العملية لأنهم كانوا بيتخلصوا من الكلاب بالحقن الهوائية قدام عينيها. المهم بتظهر الكلاب بعدها لتشاو واللي معاه، ولما بتشوفهم كينج وبتحاول تفتح ليهم بيمنعها الدكتور، وبتفضل الكلاب تقرب من المجموعة وبتنطسي شعلتهم، وبيظهر شخص منهم وبيستخدم الخمرة في إنه يولع فيهم ويبعدهم لحد لما تشاو ما بيكونش قدامه غير إنه يضرب شعلة إضاءة في المكان فبتأثر على الكل. وبتجري كينج تفتح لهم الباب والكل بيدخل الأتوبيس، وبعد شوية بيقرروا يتحركوا بالأتوبيس، وساعتها المراقبين بيشوفوا الأتوبيس. وبنرجع للسيد وونغ وبيظهر معاه في المكان وزير الدفاع، وبيقول له إن لازم اللي حصل ده ما يخرجش للصحافة، وعشان كده قدامك حلين: يا اما ننقذ الناس اللي على الجسر وهتوجه إليك تهمة فساد وإنشاء برنامج مشروع الصمت بالمخالفة لقوانين الدولة، أو ممكن ننتظر انهيار الجسر ويبقى تهمة إهماله بس. وساعتها بيكون المرشح وونغ في حيرة. وبنرجع لتشاو اللي بيتصل بمركز التحكم وبيقول لهم إحنا على بعد 10 متر من نقطة تمركز الجيش وتقدروا تتخلصوا من الكلاب زي ما اتفقنا، ولكن محدش بيرد عليه. وبيكرر طلبه تاني ولكن محدش بيرد برضه، فبيتأكد إنهم خذلوه. وساعتها ما بيكونش قدامه غير إنه يضحي بالدكتور ويحاول إنه يستخدمه كطعم للكلاب وهم يهربوا من الناحية التانية. ولكن بنته كينج بتعترض وبتقول له إن إحنا ممكن نعملهم فخ ونستدرجهم داخل الأتوبيس. وبعد شوية بنشوفهم بينزلوا لشنطة الأتوبيس وبيربطوا خيط في الباب بتاع الأتوبيس وبيفتحوا للكلاب وبينتظروا الكلاب كلهم يدخلوا الأتوبيس، وبعدها بيسيبوا الخيط فبيقفل عليهم الباب. وبنشوف إن السيدة العجوز ماتت وبينزلوا كلهم من شنطة الأتوبيس إلا تشاو الرجل العجوز اللي بيطلب إنه يموت مع زوجته، ولكن تشاو بيحاول ينقذه ولكنه بيرفض، وبيضطر كاو إنه يسحبه لخارج الأتوبيس. والرجل العجوز بيقفل باب الشنطة عليه وعلى الكلاب. قبل ما تخرجوا لما بيوصلوا لآخر الجسر بيكتشفوا إنه مفيش قوة إنقاذ في انتظارهم. وبيحاول يتواصل معاهم تشاو لكن محدش بيرد عليه. وبعد شوية بيعرف الدكتور من كينج إن اللي كان بيتكلم معاه تشاو شخص اسمه وونغ، وبيعرفوا الدكتور إن وونغ ده هو صاحب مشروع الصمت، وهو من أول الناس في البيت الأزرق اللي ادوا الضوء الأخضر للموافقة على المشروع. وبيطلب تشاو على اللاسلكي رئيسه وونغ وبيعرفوا إنه عارف إنه هو صاحب مشروع الصمت ومتفهم ليه مش بيرد عليه وليه ما بعتش قوة لإنقاذه، لأنه عايز الحقيقة تموت معانا هنا لما الجسر ينهار وتموت الكلاب وإحنا معاهم. ولكنه بيقول له إننا هنتحرك الناحية التانية باتجاه الغاز السام، وادعي ربك إن محدش يطلع مننا سليم لأننا مش هنسكت على اللي انت عملته معانا. وبيطلب من تشاو إنه ياخد مفاتيحه عشان يرجعوا تاني من الناحية التانية، لكنه بيقول له إنه نسي مفاتيحه في الأتوبيس اللي فيه الكلاب، وبيصيب الإحباط كل الموجودين. ولكن الدكتور بيقول لهم إن ده المكان اللي وقع فيه اللاب بتاعي اللي عليه برنامج التحكم في الكلاب، وبيلاقوا اللاب. وساعتها بيقرر إن تشاو هيكون هو الهدف اللي الكلاب هتتحرك عليه. وبنشوف تشاو مستخبي تحت العربية، ويورا وأختها بيستعدوا عشان يكسروا إزاز الأتوبيس بكور الغول. وبيضغط الدكتور على التفعيل، وبتبدأ يورا إنها تحاول من بعيد كسر الإزاز عشان تسمح للكلاب بالخروج. ومرة بعد مرة بيتفتح الإزاز وبيكون الجسر في طريقه للانهيار، وبتخرج الكلاب على تشاو اللي في العربية التانية. وبيجري تشاو عشان ياخد المفاتيح من الأتوبيس، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي إن الكلب إيكو واقف قصاده لأنه أصلاً مش بيستجيب للبرنامج. وبنشوفه بعدها بيجري بالمفتاح وبيجري وراه إيكو وبيهاجم على الدكتور. وبعدها بنشوف إن الجسر اللي عليه العربية اللي فيها تشاو بيبدأ ينهار والكلاب بتقع في المية، فبيجري إيكو عشان ينقذهم. فبيركب الكل الأتوبيس وبيستنوا تشاو، وبتجري عليه كينج لكنه بيقول لها إنها تنسى أمره وتنقذ نفسها. وبيكون الكلب إيكو بيحاول ينقذ آخر كلب من مجموعته، ولكن بتظهر كينج ومعاها الشيء اللي هتسحب بيه عربية والدها، وبتركبها في العربية وبتطلب منهم يسحبوا. وبيتحركوا وبنشوف الكلب إيكو بيقع في النهر، وبتتحرك الأتوبيس وبيخرجوا من المنطقة اللي بينهار فيها الجسر. وبعدها بيمروا من منطقة الغاز السام، وأخيراً بيخرجوا لمنطقة الأمان ومنطقة الصحفيين. وبنشوف وونغ موجود وسطيهم، وبنشوف تشاو بيتوجه ليه بكل غل، وأول ما بيقرب منه بيضربه في وشه. وبيكلم الصحفيين وبيعرفهم باللي تم، والدكتور بيقول لهم إن كل شيء متسجل على اللاب والساعة دي. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.